مفيش شعر هنا ومفيش شعر هنا ومفيش شعر في الجسم، ومش هيأثر على الليزر ومش بيتخن. ما هو انا برضو مش سهلة، انا بقالي شهرين بجيت كيب اللي انا بعمله في شعري علشان اطلع اديكم المفاجأة. احلى 3 تمنيات صرفتها في حياتي 888 جنيه، مش مرة بس، لا ده مرتين والتالتة قادمة ان شاء الله. اشتريت ده كمان على فكرة وخلاص اهو، مش دعاية ومش اعلان يا جماعة، الشركة ما بتعملش اعلانات مع حد، بس انا طالعة اقول لكم تجربتي بما اني ما سبتش فيتامين للشعر غيره وجربته. وعلى فكرة طلع ان شعري بيقع من مخزون الحديد وعلقت حديد، عشان كده دايما بكتب لكم التحاليل ان انتوا تعملوها وتاخدوها على الدكتور على طول. عايزة اقول لكم ان اللي كان بطل معايا ولعب دور بطولة قوي جدا ان هو يحافظ على شعري ان هو يبطل يقع بقى، هو الفيتامين ده من ACM واسمه نوفوفان. عيبه الوحيد ان هو غالي، وعيبه التاني برضو ان هو بيجي ويختفي. بيركز على البصيلة نفسها ان هو يحافظ عليها وان هو يحفزها انها تنتج شعر جديد. فلو انت كمان مخزون الحديد عندك كويس، عايزه اقولك ان ده هيطول وهيتقل شعرك بسرعه الصاروخ. فانا جايه عشان اقولك ما تخافيش وهاتيه، لان انا جربته علشان كنت عايزه اندم على الفلوس اللي انا دفعتها فيه، بس بصراحه ما ندمتش خالص. قولوا لي بقى لو عايزيني اكلمكم على ده الفيديو الجاي ولا لا.